شوف المقطع هذا. زين، شوف الناس كيف تشتغل تحت الأرض، في ظلمة، في ضيق، في خطر، بس كل همهم يلقون لقمة حلال يطعمون فيها عيالهم. ما جلسوا يتحججون، ما راحوا للطرق السهلة، ما فكروا يسرقون ولا ينصبون. تعبوا ورضوا بالقليل عشان ما يدخل جوفهم شي حرام. تخيل الخوف اللي فيهم، مو خوف من أحد، لا، خوف من الله. خايفين من لقمة واحدة تكون من مال حرام. ناس فقيرة وما عندهم شيء، ومع ذلك ضميرهم صاحي وقلوبهم أنظف من ناس عايشين في النور بس ياكلون حرام بدون ما يحسون. ولك أنت اللي تسمع، فكر شوي. هل أنت فعلا حريص على الحلال؟ هل سهل عليك تاخذ شيء مو لك؟ هل تتهاون في الرشوة، في الغش، في الكذب عشان تربح؟ الرزق الحلال يمكن يجيك متأخر، يمكن يجيك قليل، بس في بركة، في طمأنينة، في راحة وانت نايم. أما الحرام حتى لو كثير بيجيك مع هم، مع قلق، مع ذنب يلاحقك. ارحم نفسك وخف من الله مثل ما خافوا هذول اللي تحت الأرض. الدنيا فانية، بس لقمتك تبقى عليك شاهد.